أعمل إيه لو نسيت محفظتي في البيت وعاوز أشتري حاجة أو أسحب فلوس من حسابي؟ أنا محمود سعودي وفي الفيديو ده هعرفك تتصرف إزاي. الموضوع أسهل مما تتخيل مع أبل باي. في الفيديو ده هنعرف كل حاجة عن خدمة أبل باي في مصر، إزاي بتشتغل والبنوك اللي بتدعمها، مميزاتها وعيوبها. خلينا نبدأ. أول حاجة، خدمة أبل باي هي خدمة دفع إلكترونية آمنة وسهلة من شركة أبل، بتخليك تدفع بدون ما تحتاج تستخدم الكارت الخاص بيك، وكل ده باستخدام موبايلك أو الأبل واتش. والبنوك اللي بتدعم أبل باي في مصر مش كتير. حاليا الخدمة متاحة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وسي أي بي، ومتوقع إن بنوك تانية تدعم الخدمة قريب. والأجهزة اللي بتشتغل عليها بتبدأ من ايفون 6 وانت طالع، ممكن ترجع للبنك الخاص بيك يأكد معاك تليفونك هيشتغل على الخدمة ولا لا. طيب ازاي استخدمها؟ افتح تطبيق والت على جهازك، اضغط على علامة بلس واكتب بيانات الكارت الخاص بيك. البنك هيبعت لك تأكيد، وبكده الخدمة بتكون اشتغلت معاك. ولو قابلت أي مشكلة أثناء ربط الكارت الخاص بيك على الخدمة، تواصل مع البنك الخاص بيك هيساعدك. وبالنسبة للدفع في المحلات عن طريق الايفون، بتدوس مرتين على الزر الجانبي وبتستخدم الفيس اي دي او التاتش اي دي. وعن طريق الابل واتش بتدوس مرتين على الزر الجانبي وبتقربها من الجهاز. وفي التطبيقات او المواقع بتختار الابل باي كطريقة دفع، وبتأكد العملية عن طريق الفيس اي دي او التاتش اي دي. وللسحب من الاي تي ام بتفتح الابل والت على موبايلك او الابل واتش وبتختار الكارت اللي عايز تسحب منه. بتقرب الموبايل من مكان الان اف سي اللي في الاي تي ام، هتلاقي في رسمة على الماكينة شبه علامة الواي فاي، وبتتبع التعليمات على الشاشة وبتكتب الباسورد الخاص ببطاقتك البنكية وبتحدد المبلغ وتسحب فلوسك. وأخيرا، مميزات الأبل باي إن الأمان فيها عالي جدا، لأن بيانات الكارت مش بتتخزن على جهازك ولا بتوصل للتاجر. في سرعة وسهولة في الدفع ومقبولة في متاجر كتير وأونلاين. ومن عيوب الأبل باي إن لسه مش كل البنوك في مصر بتدعمها، ولازم تستخدم جهاز ابل متوافق مع الخدمه. باختصار، خدمه ابل باي بتوفر لك تجربه دفع اسهل وامن، لكن قبل ما تستخدمها اتاكد من البنك الخاص بيك انه بيدعمها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك. شكرا ليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.